أغرب حاجة ممكن تعمليها في حياتك إنك تضيعي سنين عشان تتجنبي كلام ناس أصلا هينسوا الموضوع ده بكرة. في فترة من الفترات كنت عايزة أبدأ حاجة جديدة، حاجة تبقى بطلع فيها كلام كتير مش بقوله، أو من كتر بصراحة ما الناس اللي حواليا متوقعين مني صورة معينة بطلت أقول كلام كتير قوي بفكر فيه. بس كل مرة كنت بفكر الناس هتقول إيه، طب لو حد سمع اللي هقوله ممكن مثلا يحكموا عليا. فضلت مأجلة القرار ده شهور لحد في يوم قررت ما اللي يقول يقول، واللي ما يعجبوش مش مهم. وهنا بس ساعتها اللي قررت أفتح المايك وأسجل أول حاجة جت في بالي، وهي حلقة الوحدة اللي هي أول حلقة حطيتها هنا على الشانل. يا مساء الخير، بودكاست لك الساعة 7 مع نور، كل تلات وخميس وأحيانا الحد. برر سكريبت النهاردة عن الخوف من كلام الناس، عشان كده انت لسه واقفة مش عايزة تحاولي تاني. كم مرة قلتي هتبدأي حاجة نفسك تعمليها؟ كم مرة كان في بالك مشروع نفسك تبدأي فيه حتى لو فشل بس تبقي حاولتي؟ أقولك أنا الإجابة، كتير جدا. حتى ممكن وانتي بتسمعيني دلوقتي يجي في بالك حاجة نفسك تبدأي فيها بس خايفة. مدحت صالح كان بيقول الأمل بيفتح بيبان، وإن يا إما نكون قد الحياة، يا نستحمل بقى التوهان ده اللي احنا هنبقى فيه. تعالي نفكر مع بعض ايه أسوأ سيناريو ممكن يحصل. حد يتريق عليكي، صح؟ عادي جدا. انا ناس كتير جدا ما صدقوش فيا. انا فاكره مره كنت بتكلم مع طنط في طنط من الطنطات يعني في موضوع الشغل، وتقال لي ايه يعني تشتغلي اي حاجه حتى لو بتكرهيها؟ ما كلنا بنكره شغلنا والدنيا ماشيه. عارفين نظريه القطيع؟ القطيع ده هما مجموعه من البشر لازم يمشوا في اتجاه معين من غير ما حد فيهم يحيد عن الطريق ده. طيب، لو حد اختار طريق تاني حتى لو صح أو حتى لو مش صح بس مختلف، يمكن يطلع منه بحاجة مختلفة، فاللي حواليه هيشدوه تاني لنفس الطريق اللي كان فيه. في مسرحية حلوة قوي بحبها اسمها دكتور فاوستس، لكريستوفر مارلو. بيتكلم عن واحد ادى روحه للشيطان عشان يحقق له حاجات هو كان نفسه فيها. كان عنده خادم كده اسمه ميفيستوفيلس. ميفيستوفيلس كان عنده كود بحبه برضو قوي، بيقول misery loves company. يعني الشخص التعيس او غير الراضي احيانا بيحب قوي، actually مش احيانا، هو most of the time بيحب ان الاخرين يكونوا في نفس وضعه، او يحاول يجرهم لنفس المشاعر السلبية اللي بيعيشها. زي بالظبط المثل المصري اللي بيقولك يا نعيش عيشة فل يا نموت احنا الكل. بس المشكلة ان احنا احيانا بنفكر ان الناس اللي بتحكم علينا دي عارفة كل حاجة عننا، مع ان الحقيقة ان كل واحد فيهم مشغول بنفسه اكتر ما هو مشغول بينا. actually ممكن ما يكونوش مشغولين بينا اصلا، هم بس حابين يبدوا رأيهم السلبي اللي احنا ما طلبناهوش اصلا. الناس اللي بتقولك خليكي زي ما انتي، او بلاش تجربي، او ما تضيعيش وقتك، مش بالضرورة ناس وحشة. ساعات بيكونوا بيكلموكي من حدودهم هم، من مخاوفهم هم، من تجاربهم اللي خلتهم يقتنعوا ان الامان اهم كتير قوي من المحاولة. بس حياتك مش المفروض تبقى نسخة من مخاوف حد تاني. تخيلي كده بعد 5 سنين من دلوقتي، ايه هو اللي هيوجعك اكتر؟ ان حد ضحك عليكي مرة ولا انك مجربتيش اصلا؟ انا شخصيا لما نزلت اول حلقة ما كانتش مثالية، وغالبا الحلقة دي برضو مش مثالية، ويمكن في ناس كتير ما عجبتهاش. بس عارفة ايه اللي حصل؟ ولا حاجة، بجد ولا حاجة. الشمس طلعت تاني يوم، والدنيا كملت، وانا اتعلمت. وده السر اللي محدش بيقوله لنا. الثقة مش بتيجي قبل الخطوة، الثقة بتيجي بعد ما تاخدي الخطوة دي. فلو في حاجة نفسك تبدأيها، مشروع، صفقة معينة بتحاولي فيها، صفحة، بودكاست، شغل جديد، أو حتى حياة جديدة، اعمليها خايفة، اعمليها وانتي مش متأكدة، اعمليها وانتي بتترعشي عادي. اعمليها قبل ما الخوف يقنعك ان رأي الناس اهم كتير جدا من رأيك في نفسك. لان في الاخر الناس هتتكلم لو عملتي، وهتتكلم برضه لو ما عملتيش. فطالما الكلام كده كده موجود وكده كده جاي، اختاري على الاقل تعيشي الحياة اللي انتي عايزاها. ها، قوليلي بعد سنتين او سنين من دلوقتي، هل تفتكري هيفرق معاكي مين انتقدك، ولا هتفتكري الحاجات اللي ما عملتيهاش بسببهم؟